بشرتك بقت أنشف من المعتاد، الخطوط بقت واضحة والنضارة اللي كانت موجودة اختفت فجأة. في حالات كتير السبب مش سن ولا منتج غلط، السبب هو انخفاض هرمون الاستروجين. الاستروجين هو الصديق الصدوق لبشرتك، هو هرمون النضارة، هو اللي بيحفز إنتاج الكولاجين وبيحافظ على الترطيب عن طريق إنتاج الهيالورونيك أسيد الطبيعي، فبيدي البشرة مرونتها وبيحافظ على سمكها المطلوب. لما الاستروجين بيقل بيحصل ايه؟ الجلد بينشف، يفقد اللمعة الصحية، وتظهر الخطوط أو التجاعيد أسرع، وده اللي بيحصل مع التوتر المزمن بعد الحمل أو قبل الدورة الشهرية ومع اقتراب سن اليأس. طيب هنعمل ايه؟ أولا ما تهمليش البروتين، لأن الجلد محتاج مواد يبني بيها نفسه ويعوض الكولاجين المفقود. ثانيا الدهون الصحية زي زيت الزيتون والمكسرات والحاجات الغنية بالفيتو استروجينز اللي قلنا عليها قبل كده، زي بذور الكتان وبذور الصويا باعتدال ومشروبات البردقوش والمرمرية والبابونج، كلها مهمة لتعويض نقص الاستروجين. ثالثا النوم المنتظم بيساعد الجسم يعيد توازن الهرمونات. رابعا الترطيب المكثف سواء بشرب المية والخضروات الورقية أو كريمات من مصادر طبيعية موثوقة. ولو الجفاف شديد ومبالغ فيه يبقى تحاليل الهرمونات هتكون خطوة ذكية. لازم نعرف إن العناية بالبشرة مش بس سيرم وكريم، أحيانا بتبدأ من توازن هرموناتي، ده جزء من سلسلة البشرة والهرمونات. الحلقة الجاية هنتكلم عن الأندروجين والبروجستيرون وتأثيرهم على البشرة. تابعي السلسلة علشان تفهمي بشرتك صح وتحافظي على جمالك. دمتم بصحة وجمال متجدد.